وبالانتصار ده وبالصعود ده بيلحق نادي اصحاب الجياد بالفرق المقدمه في اسكندريه، هي نادي سموحه ونادي سبورتنج ونادي الاولمبي اللي بيلعبوا في دوري المحترفين، اصحاب خبره واصحاب باع طويل في هذا الدوري. نتمنى ان احنا خلال الفتره اللي جايه وبمساعده اللجنه الرياضيه واللجنه الاعلاميه اللي في النادي، اللي انا برضو لازم اذكرها ولازم اذكرها بالخير، الاستاذ اسامه الشرقاوي كان له الفضل الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى في عمل فريد من نوعه، وهو الاول من نوعه في مصر، ويعني مش عايز اقول في العالم لان انا ما اعرفش الحقيقه معلوماتي عنه في العالم ما اعرفش، ولكنه هو المركز الوحيد اللي في مصر اللي اذاع مباريات كره اليد لاول مره على شبكه الانترنت مباشر. وكنا واحنا قاعدين في بيوتنا بنتفرج على ماتشات الفريق وهو بيلعب في الاسماعيليه وهو بيلعب في بورسعيد، في عمل الحقيقه نال اعجاب كل الناس، ووصل عدد المشاهدين للفرق يمكن في كل مباراه اكثر من 8000 مشاهد و4000 مشاهد. اعتقد ان اللجنه الاعلاميه عملت نقله نوعيه في المهتمين بمتابعه كره اليد في النادي ومتابعه الفريق الاول في النادي. اللجنه الرياضيه ساعدت، انا ما انكرتش ادائها. برضو بقول خلال الفتره الجايه مطلوب طبعا من مجلس اداره النادي ومن اللجنه الرياضيه ان هي تستمر في مساعدتهم ومعاونتهم ووقوفهم ورا الفريق الوقفه اللي توصلوا ان هو يبقى في دوري المحترفين وينافس على قمه الدوري، وهم قادرين بمجموعه اللاعبين العظام اللي معاهم، مجموعه والجهاز الفني والاداري والطبي كامل معاهم، خصوصا الدكتور اسامه عبد العزيز، نسيت اقول اسمه، ان هم يوصلوا الى مراحل متقدمه في الدوري المحترفين. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هم يستمروا على عطائهم، وانا بتقدم برضو باسم الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الاداري بالشكر لمجلس الاداره على الهديه القيمه اللي قدمها للاعبين، وهي رحله العمره في شهر رمضان ان شاء الله لكل افراد الجهاز الفني والاداري واللاعبين. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان تكون عمره مقبوله ان شاء الله للجميع، وتكون فتحه خير عليهم السنه الجايه ان شاء الله ان هم يكملوا ويستمروا في عطائهم. الفتره اللي جايه محتاجه تكاتف كل الجهود، اللي احنا نحافظ على الفريق، ان احنا ندعمه ببعض المراكز، ان هو زي ما قلت يستمر ويحاول ينافس على المقدمه في دوري المحترفين، وده دوري قوي وقوي جدا ان شاء الله. هيبقى فيه اهتمام اعلامي اكتر، انا عارف هيبقى فيه اهتمام من الرعاه ان شاء الله، ربنا ييسر الحال ويقدر يجيبوا له راعي يساعد في نفقات الفريق، لان انا عارف ان نفقات كتيره جدا وارهقت فعلا ميزانيه النادي و اخذت فلوس كتير، ولكن هم يستحقوها فعلا، لان هم ناس تعبوا وناس جهدوا وناس كانوا بيقعدوا بالاسبوع وال10 ايام بره بيوتهم عشان يوصلونا لليوم اللي احنا فيه ويفرحونا ويفرحوا اسكندريه كلها. انا ببارك لاسكندريه، ببارك لمنطقه اسكندريه، ببارك لجمهور اسكندريه، ببارك لدكتور خالد حموده، ببارك للاستاذ سعيد عبد المنعم رئيس لجنه المسابقات، لأن زي ما قلت كان لهم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في استكمال المسابقه اللي وصلتنا لدور المحترفين بقرار جريء من الدكتور خالد حموده والاستاذ سعيد عبد المنعم، ان هم يعني وصلت ان هم بيكملوا الدوري على مسؤوليتهم الشخصيه. اما بالنسبه لمنطقه اسكندريه كره اليد التي اتشرف بعضويه مجلس ادارتها مع الدكتور احمد رفعت رئيس المنطقه، وزملائي الدكتور اماني حسين والدكتور محمد سمير والاستاذ علاء دغش، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا خلال الفتره الجايه ان احنا نقدر نقدم حاجه لكره اليد في اسكندريه بصفه عامه. هنسى بقى كوني مشرف على كره يد بنادي اصحاب الجياد بعد استقالتي منها، وبعد ما وصلت معاهم الحمد لله للهدف اللي احنا كنا كلنا بنسمو ليه. نتمنى ان احنا نقدم حاجه كويسه لكره يد في الاسكندريه. احنا بدانا كمنطقه ان احنا نعمل مسابقات بصفه مستمره، وتقريبا كل اسبوعين مسابقه، وفي دوريات مستمره. عندنا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله بعد بكره في بطوله للبراعم في نادي سبورتنج ونادي سموحه. عملنا قبل كده بطولتين برضه مجمعتين. عملنا دوري باسم المرحوم كابتن سابح ابو كرم اللي له الفضل الكبير في تكوين فريق نادي اصحاب الجياد لبطوله 98، وفاز بها نادي سبورتنج، وبرضه نافذ على صداره فيها نادي اصحاب الجياد، وحصل على المركز الثالث بفارق هدف ولا هدفين. برضه في منطقه اسكندريه عملنا منتخب اسكندريه مواليد 98، ويتولى اشراف عليه كابتن اشرف وكابتن حسام سليمان والكابتن اكرامي، وبدا فعلا الفريق يتدرب وتجمعوا تجميعتين،
وبنسعى ان احنا نعمل لهم فتره اعداد قويه ونشاركهم في دوري المنطقه لمواليد 96 بحيث ان هو يكون احتكاك قوي لهم قبل المسابقه الرسميه بتاعتهم اللي هي دوري المناطق. قد نصل ان شاء الله بمساعده بعض الرعاه ان احنا نسفر الفريق ده احد الدول الاوروبيه او احد الدول الخليجيه استكمالا لفتره الاعداد بتاعته، ونتمنى ان هو يمثل اسكندريه خير تمثيل، لان احنا عارفين ان اسكندريه هي معقل كره اليد واعلى بلد فيها فنيات كره اليد، ومنها طلع فطاحل كره اليد. لو ان احمد بلال، احمد النقيب، حسين زكي، يعني ناس كتيره جدا انا مش عايز انسى اسماء، انما نجوم كتيره جدا من نجوم منتخبنا الوطني طالعين من اسكندريه وخارجين من انديه اسكندريه. بالنسبه للانديه بقدر استطاعتنا ان شاء الله نامل ان استمرار المسابقات واستمرار المنافسات بحيث ان هي تكون نواه لتخريج لاعبين يصلحوا لتمثيل منتخب مصر، ويكون منهم ناس كتير من اسكندريه، لان احنا عارفين ان اسكندريه كانت مظلومه خلال الفتره اللي فاتت. نتمنى ان شاء الله ان احنا نرفع الظلم عنها ونسويها، مش عايز نقول احسن لا، ولكن نسويها بباقي المناطق. الحقيقه احنا عندنا الاتحاد بيساعدنا مساعدات جامده جدا، والناس ما بيبخلوش علينا بنصيحه فنيه او بنصيحه اداريه. الناس على قدر المسؤوليه فعلا، اتحاد عظيم، كلهم مارسوا اللعبه على اعلى المستويات وعارفين يعني ايه كره يد، وكلهم بيحبوا كره اليد. ونتمنى ان شاء الله ان احنا ايدينا في ايديهم نوصل بكره اليد في مصر الى اعلى المستويات. مش هيفوت عليا ان انا اكرر تهنئتي لجمهور اسكندريه ومنطقه اسكندريه وابن اسكندريه الدكتور خالد حموده، وابن اسكندريه الاستاذ سعيد عبد المنعم، وابن اسكندريه الاستاذ هشام الشيمي، عضو اللجنه العليا للحكام. بهني منطقه اسكندريه المهندس عرفان بدير واعضاء مجلس ادارته المحترمين جدا، الاستاذ محمد لبيب المدير التنفيذي للمنطقه. كل الناس دول ساعدوا في ان احنا نوصل اليوم اللي احنا كلنا بنسعد فيه والناس كلها بتهنينا. بشكر الاستاذ كرم كردي عضو مجلس اداره الاتحاد على تهنئته لنا بالصعود، بشكر الاستاذ خالد حمود على تهنئته لنا بالصعود، الناس كانوا سباقين بالتهنئه. بنشكر وسائل الاعلام اللي اهتمت. انا شفت امبارح على الانترنت اكثر من 40 وكاله انباء ووسيله اعلانيه ابرزت خبر صعود نادي اصحاب الجياد الى دوري المحترفين، وده الحقيقه انجاز كبير، مش انجاز صغير. ونشكر الاستاذ اسامه الشرقاوي المنسق الاعلامي للفريق، الراجل بذل مجهود كبير جدا، وزي ما قلت لحضراتكم هو الوحيد اللي ذاع ماتشات كره اليد على الانترنت على الهواء مباشره. بندعوهم للمزيد من العطاء، بندعوهم للمزيد من الجهد، بنتمنى لهم ان هم يستمروا. بتمنى ان شاء الله السنه الجايه نهني كمان فريق البنك الاهلي بالصعود لدوري المحترفين، عشان يكون عندنا بدل 4 فريق في دوري المحترفين يبقى 5 فرق في دوري المحترفين. بنتمنى النادي الاولمبي ان شاء الله ان هو يحسن في ترتيبه في الدوري العام السنه دي عشان يبقى في دوري المحترفين، ونصل احنا السنه الجايه ان شاء الله في السيزون الجديد يبقى عندنا 4 انديه من انديه اسكندريه، يعني تلت فرق المحترفين من اسكندريه. ده هتوفر علينا نفقات كتير وهترتفع اكيد بمستوى كره اليد في اسكندريه. في النهايه انا برضو شكر خاص وخاص جدا للجنه الرياضيه بجميع اعضائها ورئيسها الاستاذ علي عثمان، شكر خاص لمدام اماني عباس، شكر خاص لكابتن وليد السيد وجهازه كله واحد فرد. شكر خاص للاعبين الابطال العظام، لاعب انا مش عايز اذكر اسمائهم عشان ما انساهمش، ولكن هم فعلا رجاله ورجاله قوي، ويعني يستحقوا اللي هم فيه ويستحقوا اكتر من كده. بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نشوفهم في مراكز احسن واحسن. وشكرا.